يا ابن آدم، زي ما تقول له رد بالك وافهم كويس. إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أذن الخير التي استمعت لآخر إرسال السماء، ويا لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. يبقى عايزين اللسان من المبلغ والأذن من مين؟ من السامع. كل ما تكون خايف من حاجة لا تحصل قل ايه؟ قل انا مش شارد في الكل وحدي، ده انا لي رب اللي ما اقدرش عليه هو يقدر عليه. ادي واوي الى ركن ايه شديد له اله. اياكم ان تفهموا ان عملكم هو اللي هيوديكم، انما فضل الله. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا خير مما يجمعون. اوعى تقول عملي ومش عملي وبتاع. ولذلك رسول الله حب يقول حتى على نفسه: لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قال: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمد أيام الدنيا بدأت أيام العمل الصالح، لن تجتمع الصلاة والصيام والصدقة والحج في أيام غيرها. هذه أيام العشر التي أقسم الله بها. قدرت تصومهم كلهم صومهم طبعا كلهم، ما قدرتش تصومهم كلهم عشان على سفر أو مرض، اللي تقدر عليه اعمله. بس خليك عارف إن يوم واحد بس يقربك للجنة بشكل أنت لا تتخيله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا خرج العبد من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالت الملائكة له: هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان.